بيبدأ الفيلم بالريس حامد وتيمو وهم بيزرعوا متفجرات في الصحراء. بيقوم عشان يجهز دفعة تانية، فبيلاقي الوسطى خميس بيشرب منكر فبيتعصب جدا. عريق كده يا سي خميس. ده عشان صحتك طبعا. بياخد يسري المتفجرات عشان يروح يزرعها، وخميس بيوصل الاسلاك بالبطاريه. بيشد الريس حامد السلك عشان يطوله، فبيلمس وبتنفجر اول ديناميته، فبيروح فاصل السلك خالص، ولكن الباقيين بينفجروا برضه. بيبدا يسري يتنطط وسطهم، اروح منك فين يا لغم، اروح منك فين، ولحد اخر ديناميته كان يسري سليم. الكاميرا راحت لفريد شوقي ورجعت له، لقيناه بالمنظر ده. المهم بياخدوا يسري ويطلعوا على المعسكر يدخلوه عند الدكتور، وبتيجي ناديه الممرضه اللي واضح ان فريد شوقي بيكرهها وبيكره الستات عموما. انا مش عارف انت ليه بتتعفرت كل ما تشوفها، مع انها حلوه زي لقطه القشطه. وده وقته يا عم خميس، الراجل بيودع قدامك، ادعي له دعوه حلوه، صلي ركعتين، اي حاجه. الدكتور بيكتشف اكتشاف مهم جدا. محتاج لعمليه. لا ما شاء الله نبيه، امال هم جايبينهولك ليه؟ ما تفوق معانا كده. المهم بيقول لهم ياخدوه يروحوا مستشفى، فبيحملوه في عربيه المتفجرات، وبتركب ناديه معاهم، وده لان ويسري لازم ياخد حقن الجلوكوز كل 3 ساعات. بص انا خبرتي على قدي، ولكن حقن الجلوكوز ملهاش علاقه بالنزيف، دي تلكيكه من المؤلف عشان الوليه دي تروح معاهم، مع ان كان ممكن يقول رعايه طبيه وخلاص محدش كان هيعترض. بيتحركوا بالعربيه وفجاه بيقفوا في السكه، وبنلاقيهم فارشين ليسري على الارض ومعلقين له المحلول. ما تفهمش بقى منزلينه يتهوى يعني، ولا دي رحله وهم بيشتغلونا، محدش عارف. بيتحركوا تاني بعدها، وطبعا مفيش كاسيت، فالوسطى خميس قرر ان هو يخرج موهبته المدفونه. كل ما اقول التوبه يا ابويا. وهم ماشيين بيشوفوا دخان وبيسمعوا صوت ضرب نار، فبيروحوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. بنلاقي 3 تنفار واقفين في نص الصحراء، وجيش من الناس فوق الجبل بيضربوا على بعض. والتفسير الوحيد لعدم موت ال3 دول ان اللي واقفين فوق على الجبل مفيش ولا واحد فيهم بيشوف. المهم بيوقعوا واحد معاه شنطه وبيروحوا عليه، وبيبدا الناس اللي فوق ينزلوا، ولكن بما انهم كتير وممكن يقتلوهم فبيقرروا ينزلوا لهم واحد واحد. هنا الاسطى حامد بيضطر ان هو يتدخل، وبيروح يجيب صندوق متفجرات من العربيه هو وخميس، ويشدوا على العركه. بيولع في الفتيل وبيبدا يحدف الديناميت عليهم. وهنا الحقيقه الموقف عجيب جدا، يعني ده لو الرجل الاخضر مش هيحدفها المسافه دي كلها. وبعدين الانفجار ده صباع ديناميت ولا بومبا يا عم؟ هو الراجل ناقص يعني؟ ده ميت اصلا. طبعا الناس اللي فوق الجبل التاني شافوا قدره الحدف الخارقه دي، فخافوا وقرروا الانسحاب. بينزل لهم حامد وخميس بيسالوهم عن اللي حصل، فبيقولوا لهم ان هم صحفيين وكانوا بيعملوا تحقيق صحفي، وطلع عليهم قطاع الطرق دول، والباقي بقى انتوا شفتوه. فبيعرضوا عليهم يوصلوهم لحد مرسى مطروح في طريقهم. وقبل ما يتحركوا بيبص خميس على الشنطه اللي كانت في ايد الراجل، بيلاقي فيها دهب. هو البيه اسمه ايه؟ بيتحركوا بعدها وبيراقبهم قطاع الطرق وبيمشوا وراهم. بيخطف خميس الشنطه وبيطلع يجري، وبيجروا وراه هم كمان، لكنه بيقع والشنطه بتتفتح والدهب بيخرج منها. بيمسكوا خميس وبيحاولوا ياخدوا الدهب منه بالعافيه، فبيضطر الريس حامد ان هو يتدخل ويدافع عنه. هوبا بالبنيه رجعوا مكان العركه الاولانيه تقريبا. الحته دي تحسها شعر الفنان عماد يوسف. هوبا بنيه رجعوا مكان العركه الاولانيه. ده انت ما بتحرمش بقى يا ابني قلت لك ابعد عني. عيب يا ولد. انا ما فهمتش ايه دي الصراحه، بس تقريبا كان هيضرب بايده في الارض يطلع بترول. واخيرا القلم الشهير في السينما المصريه، يمين شمال يمين شمال، تحسه تمرين الجيم. وهنا بيتدخل شوقي وبيفكرهم بحاجه مهمه جدا. يا ابني انت وهو مش معاكم مسدسات؟ بيجمعهم شوقي بعدها وبيقول لهم لو ما وصلتونيش هقتلكم. وطبعا انت كمشاهد ممكن تقول طب ما يقتلهم وياخد العربيه عادي، انت فاكرك المؤلف نايم يعني؟ جاي انت عشان تجيب التايهه؟ هم مش عارفين الطريق يا سيدي، وديها كلها صحراء زي ما انت شايف. المهم بيعرض على حامد 10000 جنيه ويوصلهم، ولكنه بيرفض، فبيقول له فكر براحتك، احنا ما وراناش حاجه. بتروح نادي عشان تشوف يسري، ولكنها بتحاول تبعت رساله بالجهاز اللاسلكي، فسمير بيمسكها وبيدمر الجهاز اللاسلكي لاسلكيا برضه، مفيش ولا طلقه جت فيه. انا صبرت عليك كتير، لكن دلوقتي خلاص ما عنديش وقت. بيهددوا شوقي بقتل ناديه، ولكن فجاه بيهجم عليهم قطاع الطرق مره تانية. هو عشان قطاع طرق يعني يا جدعان مركبينهم حصنه؟ العربيات ما وصلتش عندهم لسه يعني، ولا احداث الفيلم بتدور في الغرب الامريكي واحنا ما نعرفش؟ المهم بياخدوا ساتر، عندك حق هو ساتر عره شويه، بس اللي حصل يعني فالجماعه قطاع الطرق راحوا معديين كده وماشيين على طول. هم كانوا جايين يشقروا عليهم يشوفوهم لو محتاجين حاجه كده يعني. بيخرج حامد من الكفر وبيروح ليسري عشان قاعد في العربيه لوحده. فالجماعه قطاع الطرق بيلفوا على الواسع ويرجعوا، واخدينها مشوره قدامهم ما تفهمش ليه، مع ان لو شويه لفوا من وراهم كانوا خلصوا عليهم وانتهى الموضوع. بيسحب حامد البندقيه وبيضرب بيها، وسمير بيتصاب في دراعه وبيهرب بعدها قطاع الطرق. ايه رصاص ده يا ريس حامد؟ ما كويس اهو يا عم، ولا عمليه ولا حاجه، ده لو عنده دور برد كان هيبقى تعبان اكتر من
كده. المهم بيقول لهم حد يجي ينقل يسري من العربيه معايا عشان ينزله يرتاح لحد ما نصلح العربيه، ولكن بينضرب عليهم نار. بيقرر الرئيس حامد يحط الدهب على المتفجرات عشان محدش يضرب، ويربط يسري في الحصان ويجره ويوديه عندهم. يعني بذمتكم دي طريقه نقل واحد مصاب عادي حتى مش منفجر فيه ديناميت؟ ده لو واحد سليم هيطلع معاها مستديمه اقل واجب. بيضرب عليهم قطاع الطرق نار، ولكن الاسطى حامد ما بيهموش وبينقل الشنط والاسلحه قدامهم عادي. طب ما كنت خدت يسري معاك بالمره. قطاع الطرق بيمشوا، طبعا دلوقتي محتاجين يصلحوا العربيه عشان يخرجوا من المكان المقطوع خالص في الصحراء ده اللي بتعدي فيه عربيه في الكادر ورا عادي. بيطلبوا من حامد يصلح العربيه ولكنه بيرفض، فبيزعقوا سوا، فبيناولوا شوقي بالبنيه ولكنه ما بيتحملش قبضه الاسطى حامد المدمره. انجز يا عم دوختونا. بيبداوا الخناقه، وفجاه وانت في وسط الخناقه هتحس ان انت في الدبليو دبليو اي. مش يا حامد حلوه صرفوه يا حامد. بنخش في فقره قفلي يا ورده فتحي يا ورده، وبعدها فقره القصف المدفعي بالبنيات. يا حامد حلوه. قطاع الطرق ما بيقدروش يستحملوا اللي بيحصل ده، فبيقفوا طابور ويضربوا عليهم نار، وده عشان حامد والرجاله يعرفوا يصوبوا عليهم. خميس بيلاقوا قطاع الطرق جايين على الدهب من الناحيه التانيه، فبيروح هو وجو عشان يدافعوا عنه، ولكن جو بيتصاب من صوت الرصاص بدون ولا طلقه. بيروح بعدها حامد وشوقي عشان يدافعوا عن العربيه والدهب. طبعا احنا اتفقنا من الاول ان دول نظرهم على قدهم، فما تقوليش ما ضربوش عليهم ليه. الاسطى حامد بيعمر الكار وبيضرب الواد هيد شوت مع انه نو سكوب، فبيهرب قطاع الطرق مره تانيه لانه واضح ان هو بيلعب ايباد او مفعل انبوت. بيموت جو، فبيدفنوه وبيتفقوا يستنوا بالليل عشان يصلحوا العربيه. سمير بيحاول يتحرش بناديه، ولكن الاسطى حامد بيشوفه فبيفتكر حبيبته الخاينه، والمشهد اللي جاي ده حقيقي بدون مونتاج للاسف. في النهايه وبيحكي لها عن سبب كرهه للستات واللي حصل له من حبيبته. على ما الصبح بيكون الاسطى حامد صلح العربيه، ولكن زي اي صنايعي قال ان هو لازم يشرب الشاي قبل ما يقفل. فطبعا قطاع الطرق كانوا رجعوا بس جابوا معاهم جمل المره دي. هوب بيبداوا الهجوم، وانا مش عارف الحقيقه ايه لازمه البنادق مع الحصنه والجري في الصحراء. مش كانوا ادوهم سيوف اشيك؟ المهم بيكونوا محضرين لهم كمين متفجرات وبوم طخ عيد ميلاد الاخ. هو بينه وبينكم التفجيرات دي اصلا اخرها عيد ميلاد، وبعدين بيفجروا في نفس المكان كل مره وفي الحته الفاضيه. تقريبا ده ويعمل اشعاع النووي للديناميته. بعد هرج ومرج وكتير من التفجيرات والكر والفر، في النهايه قطاع الطرق بيتكاتروا عليهم وبيضربوا خميس وبيجروا. خليهمش ياخدوا الذهب يا سمير، الذهب كله عشانك يا خميس. شايفين اخلاق العصابات اللي بجد؟ بيموت خميس من فرط الحنيه، وبيرجع قطاع الطرق مره تانيه. قتلتوه يا مجرمين يا شباب. ارجع مجنون. ارجع يا سمير. قتلتوه يا شباب. فبيموت سمير هو كمان. بيروح حامد وشوقي ينقلوا يسري العربيه على مرأى ومسمع من قطاع الطرق عادي جدا. والعجيبه بقى ان هما ما ماتوش هنا، لا يعني بعد ما وصلوا يسري كان في صف قطاع طرق طويل عريض، شوقي جاي ماشي في الخلا قدامهم، وبعدين وقف كده وراح مطلع المسدس، فقالوا لا بقى ده زودها. هوب راحوا راقعينه طلقه، فطلع حامد قتل اللي ضربه بس، والباقيين كانوا بيتفرجوا. المهم شوقي قال له انا خلاص اتصبت، اركب انت العربيه واهرب وانا هخلص عليهم. بالفعل بيتحرك حامد وبيكسر الحيطه، وده لانها دبابه بس احنا مش فاهمين. اما شوقي فتقريبا كان قرب يخلص على العصابه كلها، يعني يمكن لو حامد استنى معاه كانوا مشوا سوا. بيدخلوا له بالدور وعاملين السلاح على وضع الامان، فمحدش بيضرب عليه، ولكن بعد ما حامد بيمشي بيقرروا ان دي اللحظه المناسبه لانهم يخلصوا عليه. وكالعاده الطلق كله في الرمله، ولكن شوقي بيقرر ان هو ما يكسفهمش المره دي ويموت. بس قبل ما يموت بيفجر صندوق الديناميت وبيقضي عليهم. وبيكون في شويه لسه بيطاردوا حامد، فبيطلع مسدسه وبيبدا يتسلى عليهم، ولكن الحكومه بتوصل وبتجري وراهم من غير ما يضربوا عليهم ولا اي حاجه. هي مطارده بس كده بلا هدف.